السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد وفلوق جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفلوق خفيف ظريف كيف العاده. اليوم قررت انني نبدل الجو شويه ونبدل الروتين ديال كل نهار. راكم عارفين دابا الوليدات راه كيقنطوا في الدار، كيقنطوا من الروتين اليومي، فقلت علاش لا ما نخرجهمش هكا الصباح ونمشيو نفطروا في شي بلاصه هكا في الهواء الطلق. وداكشي اللي كان، فانا خرجت الوليدات على صباح، لفقنا لبسنا حويجاتنا وخرجنا. مشينا لواحد الباركي قريب علينا شويه، المهم تمشينا شويه ومن بعد مشينا للباركي جلسنا نفطروا تما. صراحه كانت واحد الفكره زوينه، منها بدلنا الجو، بدلنا الروتين ديال الدار، وفي نفس الوقت هكا ولدي لقى واحد ليسباس فين يلعب شويه، فين ينقص، فين يفرغ الطاقه ديالو، وغادي ناكلوا ديك الساعه على خاطرنا، ومن بعد ان شاء الله نرجعوا للدار. فخليكم معايا وفرجه ممتعه. من بعد ما كلينا اللهم لك الحمد، جلسنا شويه هكا في الباركي، لعب ولدي على خاطرو حتى عيا، ومن بعد هنايا كنا راجعين للدار. تمشينا عاوتاني شويه هكا، طولنا الطريق، يعني ما جيناش الطريق القريبه للدار، فاحنا حاولنا نطولوا الطريق باش نتمشاو شويه ونيت ندوزو وقت اكثر في الزنقه. فصراحه كانت واحد الفكره اللي راها زوينه، خاصه هاد اليومين هادي ما كانش عنده، هاد النهار هذا ما كانش عنده مدرسه، فما مشاش للمدرسه. قلت علاش لا ما نخرجوش هكا يتسارى شويه، يتمشى، منها يعيا، منها يلعب، منها كلشي. هنا كنا صافي رجعنا للدار، صافي الوليدات دوشوا وصافي، وانا هنا كان خاصني ندخل للدار باش نطيب، انا كان خاصني ندخل الكوزينه باش نطيب الغداء. بالنسبه للغداء ديال اليوم، فانا فكرت نهرب شويه على اللحم ونهرب شويه على الاجواء ديال العيد، حيت الله يجعل شي بركه. صراحه كيطلع في الراس. دابا خاصنا نبدلو شويه. اول حاجه فكرت نديرها هي انني نعطر الدار شويه. هذه مده ما درت البخور في الدار، يعني من العيد صراحه كندير انايا البخور غير هكا في الاعياد، مره شي جمعه كنتفكر، شي جمعه كنسى، صراحه ما كنديرش كل مره. واليوم حيت دخلت لقيت ديك الطويصه قدامي، هذيك الطويصه كانت عطاتها لي واحد الصديقه ديالي من فاس. جبت هكا البخور وصراحه ذوقتني شويه، الله يعطيها الخير. انا بالنسبه للانواع ديال البخور وداكشي ما كنفهمش فيهم بزاف. عندي واحد طاسه ديال العود فقط، هذه كان جابها الزوج ديالي من السعوديه. اما بالنسبه للبخور الاخرين صراحه ما كنعرفش، زعما ما كنعرفش السميات ديالهم من غير العود واللبان. هي كانت عطاتني بزاف، عطاتني السرغينه، عطاتني بزاف ديال الاشكال، صراحه ما كنعرفهمش بالضبط. ولكن الريحه ديالهم فنه. بحال انايا هنايا كندير شويه ديال كندير ديك الجميره، وكندير فوق منها طريف ديال العود،
مع جوج طريفات ديال اللبان الذكر كتعطي واحد الريحه زوينه في الدار صراحه. هاد الريحه ديال العود كتعجبني انا بزاف. صافي هنايا كنحطها فوق الطبله هكا، كنخلي ديك الرويحه تدور في الدار. الوليدات كانوا راهم ناعسين، صافي كنخليها هكا كتعطي واحد الريحه زوينه في الدار صراحه. كتعجبني ديك الريحه ديال البخور في الدار. صافي انا هنايا ديك الساعه كنت دخلت الكوزينه وجدت الغدا. بالنسبه للغدا ما صورتوش معكم حيتاش درت رفيسه كيف ما قلت لكم باش نهرب شويه من الروتين ديال اللحم والروتين ديال العيد. بالنسبه للطبق ديال الرفيسه انا ديجا راني مشاركه معكم في القناه، يعني وجدتو شحال من مره، دابا شحال من مره طيبت الرفيسه معكم، فداك الشيء باش ما صورتش. هنايا صافي كان الغدا وجد، درت المسمنات هما الاولين، من بعد جبت الدجاج اللي كنت حطيته اللي كنت حمرته هكا في الاير فاير. ممكن تحمروا حتى في الفران، يعني كيجي هكاك محمر كيجي احسن ملي كيكون فازك بالمرقه. وهنايا غادي نسقي القصيعه ديالي المريقه وندير شويه الكاشير شويه البيض مسلوق، يعني داكشي ديال اللي معروفين به حنايا، داكشي خاصه الجهه ديال مكناس، فاس، الخميسات. هاد المناطق هادو معروفين بالرفيسه بالكاشير. كاين مناطق واحده اخرى في المغرب يعني كيديروا غير الرفيسه عاديه، يعني ما كيديروش فيها كاشير بحال كازا بحال بزاف المناطق في المغرب عندهم رفيسه بلديه. وحتى هذه راه كتسمى حنا عندنا رفيسه بلديه، يعني راه ماشي بريستيج، غير حنا كنديروا فيها داك الكاشير اللي كيتصايب بالكبده ديال الدجاج والبيض والمساخن. صراحه كيعطي واحد الطعم زوين للرفيسه مع المريقه. وهذه كانت هي غديوتنا لهذا النهار. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. صافي غنسقي القصيعه ديالي وغادي نحطوها باش نتغداو ان شاء الله. صراحه ما شهيتكم الكسيعه جات كتحمق، غير البقايا يعطيكم العربون. صراحه الحسنه الكسعه جات بنينه بزاف. اللهم لك الحمد يا ربي. ومن بعد ما جمعت الروينه وصلت للماعن وجمعنا الطبله، اللهم لك الحمد، وجدت هكا واحد الكويس ديال القهوه باش نشربو هكا على خاطري. صافي هنايا درت القهوه ديالي، كنت ديجا مصايبه واحد الحريشات صغيورين في الفران، حطيتهم ومشيت نجلس نشرب قهوتي ونتصنت لعظيماتي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا استمتعتوا معايا وعشتوا معايا واحد النهار. شكرا بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.